السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. مشاهدينا اليوم في سهرتنا راح يكون موضوع مميز وراح ننفرد به، بل نقول لكم أنه أول مرة في بلاطو تلفزيوني جزائري راح نعرض من خلاله اعترافات مشعوذة أو ساحرة. مشاهدينا حنكون اليوم مع برنامج راح يكون فيه تفاصيل واعترافات خطيرة وصادمة، لكن قبل كل هذا نرحب كالعادة بالمستشار القانوني لقناة النهار. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحب كذلك بالشيخ شمس الدين. أهلا. إذا مشاهدينا قلنا أول مرة نعرض مثل هذه القضية، حيث تحضر معنا السيدة حواء، نقول لها مشعوذة ساحرة. هذه السيدة اللي يعني ربما ارتكبت أفعال تغضب الله، ولكن اليوم جات البرنامج ما وراء الجدران تعلن توبتها أمام كل الجزائريين وطلب السماح من كل واحد ذاته. مشاهدينا هي نفسها السيدة كذلك اللي دفعت ثمن الممارسات التي تقوم بها، ثمن غالي كثير، حيث أنه يعني توفوا لها 6 أطفال. السيدة حواء حضرت معنا البرنامج ما وراء الجدران، نرحب بها. مرحبا بك سيدتي. قلنا أنه أنت كنت تمارسي الشعوذة والسحر لسنوات طويلة، ولكن اليوم قررتي أنك توبي إلى الله وتوبي من كل الأفعال اللي قمتي بها، خاصة وأنه دفعتي ثمن كبير وغالي، هو ماتوا لك 6 أطفال. يعني هذا ماشي سهل، ولكن نشوفوا كذلك ربما الافعال اللي قمتي بها طيله سنوات الممارسه ديالك خلاتك ربما تدفعي هذا الثمن. ونقول لك اول سؤال، ربما كيفاش دخلتي لعالم الشعوذه والسحر؟ بسم الله. دخلت العالم الشعوذه والسحر هذا باش دخلته، هذا كنت نشوف احنا ما كانوش بكري ما كانش كيما اليوم الناس فايقه، كانوا بكري كيش الحاجه اللي يديروها يخلوا الغريان يشوف. انا كنت صغيره وكنت نشوف الناس كي تمارسها قدامي، كانوا يلحقوا حتى احنا صغار يقول لك الصغير هذا فيه الثقه، اعطيه هو يدير رش عند باب الناس، هاك دير روحك تلعب ورش ودير. يعني كنت نشوف بزاف، نشوف صوالح ينعملوا قدامي، كنت نشوف نحضر فيهم، نجمع، ننقل، نرفد. من بعد سنين 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 كي كبرت لحقت من العشرينات الفوق وليت نخمم باش ولا تجي الوسواس يجي عندي يقول لي روحي كي ديري هذيك، سيي هذيك، جربي هذيك، ديري. وليت كيفاش تسيي واش تجربي؟ احكي لنا. يقول لك زعما كاينه راجل عوج لك روحي شوفي ديري الشمعه، ديري فيها شي صوالح، ديري الشمعه، ديري فيها مسامر، ديري فيها هذيك، قرأي عليها ايات، دخلي للخلاء قرأي ايات قرانيه عليها باش من بعد ديري فيه باش يولي هذا باش تسحري الراجل، باش تجلب السيده الزوج ليها، الراجل ليها الزوج ليها. واحد باغي تديه مثلا على زوجته ولا باغي يتزوج به ولا باغي يديك، ديري جيبي له قشه، جيبي له من قشه، كاين صوالح ما نقدش نذكرهم. من هذوك ديري فيهم صوالح، ديري فيهم طباخر، كتبي فيهم بالطراميس، حرقيهم. يعني انت نقولوا انه ملي كنتي طفله صغيره كنتي تشوفي اللي يديروا السحر وكيفاش يشعوذوا وكذا، انت بديتي تتعلمي. ولو كانوا يبعثوكي كنتي صغيره ربما ترشي الماء قدام ديور الناس. شكون في حيكم في داركم يماك ربما؟ جواري كانوا حدانا شوافات، كانوا حدانا، وكانوا ثاني فاميليا ثاني طلبه تاعنا بكري هذوك عادي، ما كان عندهم يعني احتكاكك الدائم بالشوافات خلاك تكتسبي هذا عندنا يخدموا ثاني كيجيو عندهم الناس يكتبوا لهم كلشي، حنا مجمعين ونشوفوا، رانا نشوفوا رانا ننقلوا نورمال، رانا نرفضوا عادي. من بعد بشويه 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 كي بديت نخرب هذا الصوالح كي شغل الدور الشياطين يسيطروا عليا، دخلتي لهذاك العالم المظلم. وليت بشويه بشويه نحس روحي تلبست، ما وليتش غايه. اول ربما عمليه اول شخص او سيده ربما سحرتيها كيفاش كان وقتاش؟ الاولى بديت نسيي عندي في زوجي وفي بيتي في روحي، بديت نسيي عندي، تسيي في زوجك؟ بديت نسيي باش نكسبها عندي باش نشوف كيفاش. من بعد ولات الناس هاك اللي يشوفوا نقول لها باللي كذا كذا، تقول لي ما انا ثاني راجلي راه عوج راه ديك. سحرتي راجلك يعني كذلك؟ سيتها ونسيتها ونجحتي باش ونجحت. من بعد وليت سيتها لواحد اخرين، وحده قالتها لوحده، من بعد بشويه بشويه ولات تمشى الحال. صح، يعني ربما امور خصوصيه، ولكن خلينا نروحوا معاك. كيفاش سحرتي راجلك بما انه كانت بداياتك؟ واش درتي له؟ درت كيما نقولوا سيد في هذه تاع الشمعه. في ما نقدرش نذكرهم،
سيد تعرف راكم عارفينهم، سيت فيهم ثاني قلت لك ودرت فيهم طالع درت فيهم الصوالح حرقتهم. يعني تمكنتي بعمليه يعني ناجحه ربما مع زوجك، ولات حلالك ولا يسيل لعابك تسحري ناس واحد اخرين. ولاو يقولوا لي الناس هكا السي حنا درنا، قلت لهم درت حكيت لهم هما جاوني سيها لنا حنا ثاني، سيها لنا حنا ثاني، سي الاخرى قالت له وحده شتي حنا كي حتى ستروحي دخلتي رحتي فيها ستروحي رحت. هذا شرك بالله، ما كنتيش تخافي من ربي سبحانه؟ كنتش نعرف، ما كنتيش تعرف. كنتش نعرف، ما كنتش اللي يورينا، ما كناش واعيين كيما اليوم، كان كلشي عندنا عادي، ما كانش الراقي بكري، كان نروح للطالب اي حاجه، روح للطالب، روح للشوافه تشوف لك شا ضرك، روح لديك روح لديك. كانوا يحجوا ويصلوا ويجمعوا يديروا طرف خضر في الارض يحطوا سبحه ويشوفوا شا عندك شا جايك شا، كانت حاجه عادي، ما كانش كيما دروك. يعني بديتي بالرجال بالازواج؟ بديت ما كانت عادهم عادي، كانت مازالت عادي، مازالت عادي، مازالت عادي، تروحي تشوف لك هي كارثه. تفضل شيخ. حبيت نقول للسيدة حواء إن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربي ما يغفرش الشرك، إنسان يشرك بالله، أما ما دون ذلك فيغفر لمن يشاء. ولذلك انت يا باب الله مفتوح، حمدي ربي لهداك قبل ما اداك. بعد ما اكتشفت انت بانك على الضلال وبانك كنت تؤذين خلق الله عن طريق السحر، وانا لا ادري هل كان السحر تاعك حقيقي كسحرة فرعون ولا كان عباره عن شعوذه وتمخرق. ربي يقبل التوبه تاعك، والله صدقيني ربي يقبل التوبه تاعك، ولكن هناك 4 شروط ماذا بيا تسمعيها. اولا الندم على ما فات، العزم على ان لا تعود الى هذا، والاقلاع فورا، ورابعه رد المظالم. وش معناتها رد المظالم؟ اذا كاين ناس حرتيهم وقادره الان يعني تفكي هذا السحر، كاين ناس اللي درت لوحدهم، ولكن ماشي بسحر اخر. هنا الواجب عليك تسارعين الى فك ما هم به. قولي لي انت لما اشتهرتي وليتي مشهوره بانك تمارسي هذا السحر، ولاو يجوك الناس ولاو يدخلوا لك دراهم، ولاو يجوني الناس وجو بالذهب بالدراهم. انت تما كنتي ماشي قادره تولي اللور، صايب خاطر كي تدخلي دراهم وغراني واجلك ما ولاش يزقي عليك ولا صايب. شاف الحيه جبتي له دراهم مصيبه. وهذوك الناس اللي كانوا يجوا لك تانيك شركاء في الاثم، هما اللي كانوا يجيبوا لي يعطوني، واني متاكد بلي شحال من خطره كنت ناويه تولي وتوبي. كيجوني يجيبوا لي، كان اللي ما يعطيني الذهب كان كي يجوك وتشوفي الدراهم وكذا ويخوفونك بالفقر. لو كانت حبسيت تولي فقيره ومهيونه. هذيك من بعد كي نكون وحدي يجوا يقولوها لي، يقروا يجوني ناس يقعدوا يقولوا لي في ودني، هكذا يقولوا لك. غادي واش يقولوا لك؟ يقولوا لي لو كان تحبسي هذا الرزق حنا نجيبوا لك، حنا رانا واقفين معك، رانا نجيبوا لك هذا الخير، رانا نجيبوا لك هاد الناس، رانا نعاونوك. لو كان تحبسي غادي تنفقري، غادي تولي طلابه. السيده حواء ما كملتش كلمتي. حبيت نذكر كذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انا اليوم راني كما يقولوا راني راضي عليك، لان كنت شجاعه وجيتي البرنامج هذا امام الشعب، لانك انت ما كنتش عارفه تعرفي كاع الناس اللي اذيتيهم. كانوا يجوا لك كنت دير لهم عمايل ويروحوا، ما كنتش عارفه وين راهم هاد الناس. راهم في مستشفى المجانين، راهم مطلقين، راهم هابل علق روحه، حرقت روحها، ما كنتش عارفه. راهي مطلقه، راهي ما تولدش، ما على بالكش. جيتي اني حبك اليوم امام ربي وعباده تطلبي السماع من الناس على هذه اللي جيت، على هذه اللي جيت، رفعي صوتك. على هذه اللي جيت. انا تبت سنين ملي راني متراجعه، لكن بغيت بك باش نعاون روحي، باش نرجع راني كي وليت نروح للرقات ولا يحصراو لي صوالح، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نحاول نرجع نحبس كي خلاص يئست صاي. قلت انا كل ما نروح تصرى حاجه يهود لي بيبلوك من فوق لتحت،
بنتي انحرقت بشعرها كانت تروح من يدي. نعم. قبل ما نروحوا يعني كاسات هذا كل شيء على حياتك وولادك، قل لي سيداتي، قلتي انه بديتي بالازواج وبديتي بالرجال، بعدها طورتي المهنه هذه وليتي تسحري امور اخرى، ولا تتطور، وليتي تشوفي حاجات اخرى. مثلا احكي لنا ولا تشوفوا واش درتي كامل؟ يا اختي خدي ما قديتش نقول كلش، لانه ربما اللي سحرتيهم ثقيل، ما يعرفونيش اكيد، ولكن انت ربما اذيتيهم، خسرتي لهم حياتهم، ربما كاين امور كثيره صرا لهم. شوفي الطقوس كاع الناس راهي عرفتها تاع الطقوس، والطقوس لو كان نقولوا هات تتسمى درك نذكروا هات تتسمى رانا نزيدوا نوروا للناس باش يعاودوا يتعلموا. كاين الناس راهم يحوزوا يتعلموا، كاين الناس راهي تحوس تتعلم، ماشي كاع الناس راهي تايبه. سمحي لي فقط نحب نعرف حاجه. انا المجال هذا الشيخ يعرف المجال هذا خاطيني، ولكن نحب نطور ثقافتي. يعني انت كي بديتي قلتي انا بديت ندير شعوذه لزوجي. علاش انت زوجك؟ تجارب. لا ولكن كي ديري زوجك كنت انا وياه تفركيت كنا. اي ولكن انت ما كنتيش قادره انك ترضي زوجك بطريقه عاديه، يعني بدون كنا ما نعرفوش يعني حتى نقولوا الزبائن اللي يجيوك كي كنتي تشتغلي في هذا المجال، يعني ما همش قادرين يديروا علاقات طيبه مع ازواجهم ولا مع الناس اللي يقصدوهم بدون انهم يروحوا الشهوه هذه، ما يقدروش. شوف الحين راه العلم والفقه وهاو الشيخنا على باله، والناس مازال تروح للشعوذه، والناس مازال تخدم المشكله الان انا نقول لك المشكله الان راهي اخطر، لانه زمان كانوا يروحوا للمشعوذين، الان راهم في كل بيت. والله ما نقولش في كل بيت باش ما نظلموش الناس، باش ما نطوه. اصبحت نقدر نقول لك كل زوجه اصبحت مشعوذه. نعم بالله. ليس الى هذه الدرجه. انا قلت باش ما نظلموش كاع الناس، يعني زمان قالت لك كانوا يقصدوا المشعوذين، الان الطقوس تمارس في البيوت، يعني نزيدوا حنا كما واقع في الانترنت يدخلها الانسان يعرف الشعوذه والسحر وكذا. صحيح. انا حاب نقول لك حاجه يا اختي والله. علاش شيخ ما عجبكمش الحال كي قلت لا. يعني على الزوجات؟ ولكن ليس كل الزوجات يسحروا ازواجهم. يعني انا ما نعرفش، ولكن انا نقول لك يعني هي واقع حقيقه. كاين انسان يعيش مع سيده 50 سنه وحياتها كلها وهي شعوذه، ولكن هو ما يعرفش. نعم كاين. نعم يعني هذه حقيقه انا نقول لك. كاين طبيبات، كاين استاذات، كاين مثقفات راهم يخدموا هذا الشيء. شوفي الان يعني كل المستويات، يعني وهي تعرف يخدموا هذا الشيء. انا راني في هذا الضمن نعرف. شحال عندك كنتي تنشطي في هذا المجال؟ سنين. بالطفوله اكيد. سنين، بس عمل لي جبت عليه راني في 6 سنين 5 سنين. معليش خلينا نزيدوا نستغلوا الفرصه نعرفوا شكون هما الفئات اللي كانوا يجيو لعندك بزاف. يجوا الناس اللي المراه اللي تبغي تستغل زوجها، المراه اللي يكون عندها زوج عاصي عليها، يعني مبلع عليها. عاصي واش معناتها عاصي؟ يعني قهرها يعني ولكن لا يجوك مثقفات ماكيثات في البيت، ويجوا من كل الفئات، من كل الاعمار، من كل الفئات يجوك السياسيين، كل الفئات يجوا باش ينجحوا في الانتخابات، وكل يجوا عيطوا كما عيطوا ويجوا كل شيء، من كل شيء يجوا، من كلش ما كانش اللي راه خارج من هذا الموضوع. الله يجعل ربي يهدينا. انا جيت نأدي هذه الرساله بكل جرأة. وكل ما راني خايفه من ربي مانيش خايفه من العبد. اخطر سحر درتيه؟ سحر التفرقه. باش تزوجي ما شحال لازم؟